مع اقتراب الاحتفال بذكرى يناير، المناسبة التي تعكس عمق التراث الأمازيغي، تشهد ورشات الخياطة بولاية سوغراس إقبالاً كبيراً، خاصة من قبل الأمهات لتجهيز أطفالهن بأجمل الأزياء التقليدية. العام هذا يعني بالذات راهو إقبال على الخياطة تاع الكابيل، سيرتو في المدارس، يعني في مام الحفلات. قبل كان يجينا موديل واحد تاع كابيل محسوب غير موديل واحد، درك تطورنا ولا قداه من موديل، كاين في لي غالون كيما هكا، كاين في هذيا يقولوا لها الفوطه، وكاين مام مطرز، نديرو حتى قنادر طرز كابيل. تجينا الام تحب تخيط هي وبنتها باه يحتفلوا. القندورة القبائلية المطرزة بألوانها الزاهية وأشكالها الهندسية الفريدة من بين أكثر القطع طلباً في هذه المناسبة. خيطت لها قندورة هنا باه تحضر بفيها في الحفلة تاع يناير اللي هي هذه. جيت باه نداها باش تقيسها ونشوفوا لها. هي ملي كانت عمرها 2 و3 سنين ونحن نخيطوا لها سواء في العيد ولا في يناير، برك لإحياء التراث وترسيخ العادات عندهم. خيط الانصامبل هذا باش نحضر به الحفلة تاع يوم الاثنين، واتفقنا أنا وزملائي باش نخيطوا نفس الموديل. الأزياء التقليدية التي تصنعها أنامل الخياطة الجزائرية ترسخ الموروث الثقافي جيلاً بعد جيل.